معلومات يجب عليك معرفتها تخص دواء اللاريكا. إن استخدام الأدوية بالطريقة الصحيحة ليس أمرا تسهل مناقشته، وفي هذا المقال سنتعرف على معلومات مهمة تخص أحد أهم الأدوية المستخدمة لعلاج الآلام العصبية الطرفية. ندعوكم لقراءة هذا المقال ومشاركتنا بآرائكم، خاصة إن كنتم من أصحاب الاختصاص. ما الذي تعرفه عن دواء اللاريكا، والذي يحتوي على المادة الفعالة ريجابلين والمضادة للنوبات والاختلاجات العصبية؟ تعرف معنا على معلومات مهمة فيما يخص هذا الدواء. أولا، لم يعد هذا الدواء يستخدم فقط للنوبات العصبية، فقد أصبحت له استخدامات أخرى، حيث تمت الموافقة عليه لعلاج النوبات العصبية كمضادات الاختلاج العصبية منذ عام 2004. وفي يومنا هذا يستخدم الدواء لأغراض أخرى، مثل الآلام الليفية العضلية والآلام العصبية المصاحبة لمرضى السكري والقوباء والألم المرافق للإصابة في الحبل الشوكي وغيرها. يعمل اللاريكا على خفض نسبة الدفعات العصبية بالدماغ التي تسبب النوبات العصبية المؤثرة على النواقل العصبية، والتي تكون مسؤولة عن إرسال تنبيهات الألم من الدماغ إلى الجهاز العصبي في كل أنحاء الجسم، وهو متوافر ككبسولات، محافظ، أو على شكل محاليل معدة للشرب. ثانيا، استخدامه في النوبات العصبية. يستخدم اللاريكا مع أدوية أخرى لعلاج بداية النوبات العصبية الجزئية لدى البالغين. تحدث النوبات الجزئية بفرط النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ، مما يسبب هذه النوبة. عندما يقتصر النشاط الكهربائي على جزء واحد فقط من الدماغ، يعرف على أنه بداية لنوبة جزئية. لا يتم فقدان الوعي في النوبات الجزئية البسيطة، فقد تستمر لمدة دقيقة واحدة فقط، ومن الممكن أن تؤثر على الحواس كالرؤية والتذوق وحاسة الشم. أما في النوبات الجزئية المعقدة، فيحدث فرط نشاط للأعصاب في كامل الدماغ، ويفقد الشخص وعيه لفترة وجيزة، وقد يظهر عليه أنه مستيقظ واعٍ، ولكن عقله لا يدرك كل ما يحيط به. ثالثا، الجرعات اللازمة لعلاج بداية النوبات العصبية الجزئية لدى البالغين. الجرعات لأي نوع من أنواع النوبات هو مكون فردي للعلاج. تتراوح مجموعة الجرعات بشكل عام بين 150 ملغ حتى 600 ملغ يوميا، مقسمة بجرعتين أو 3 جرعات يوميا، فهو فعال كعلاج مساعد في بداية النوبات العصبية الجزئية لدى البالغين. وبتناول جرعات أعلى قد يؤدي للمزيد من الآثار الجانبية. يتم طرح اللاريكا بشكل أساسي عن طريق الكلى، وبوجود خلل كلوي أو ضعف بالكلى قد تحتاج لجرعات أقل، مما يستدعي ضبط الجرعات وخفضها لتتماشى مع وظائف الكلى بهذه الحالة. رابعا، استخدامه في الألم العضلي الليفي فايبروميالجيا. هي متلازمة شائعة تتراوح أعراضها بالألم في جميع أنحاء الجسم، وضعف في المفاصل والعضلات والأوتار والأنسجة الرخوة الأخرى. يعود سببها لفرط نشاط الأعصاب بسبب اختلال توازن المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في الجسم، وهذه الأعصاب ترسل إشارات عصبية لجميع أنحاء الجسم، والتي قد تكون المسؤولة عن الألم، والتي تؤدي إلى الألم العضلي الليفي. ويعتقد أن دواء اللاريكا يساعد في تسكين هذه الآلام عن طريق تهدئة الأعصاب مفرطة النشاط والحد من الإشارات الكهربائية الزائدة التي تبعثها الأعصاب. خامسا، الجرعات اللازمة لعلاج الألم العضلي الليفي فايبروميالجيا. الألم العضلي الليفي يسبب آلاما في العضلات والمفاصل بكل أنحاء الجسم تقريبا، ويؤدي إلى تشكل مناطق حساسة يسبب الضغط عليها الألم. اللاريكا هو أول عقار وافقت عليه الFDA لعلاج الألم المزمن للآلام العضلية الليفية. تعطى الكبسولة عن طريق الفم، وتكون الجرعة البدئية 75 ملغ مرتين في اليوم، أي ما يعادل 150 ملغ يوميا. وبعد أسبوع واحد تزداد الجرعة ل 150 ملغ مرتين في اليوم، أي 300 ملغ يوميا. إذا كانت هذه الجرعة غير فعالة، فمن الممكن زيادة الجرعة ل 225 ملغ مرتين في اليوم، أي 450 ملغ يوميا، بشرط أن يتحمل جسم المريض هذه الجرعات المرتفعة. وإذا كان المريض يعاني ضعفا في الكلى، فيجب تخفيض الجرعة. سادسا، الألم بعد الإصابة بداء القوباء شينغلس زنار النار.
لا يعلم الكثير من الناس أن جري الماء تشيكن بوكس قد يسبب بشكل غير مباشر آلاما مبرحة، وذلك عن طريق تنشيط فيروس الحماقي النطاقي أو الهيربس النطاقي، والناتج من تنشيط الفيروس الذي يبقى بالأعصاب بعد الإصابة بجري الماء. يتسبب داء القباء بظهور بثور على الجلد مملوءة بسائل وتكون مؤلمة، كذلك يكون الألم شديدا وطويل الأمد. تبدأ جرعته من 75 ملغرام مرتين في اليوم أو 50 ملغرام 3 مرات يوميا، أي 150 ملغرام يوميا. قد تزداد الجرعة ل 300 ملغرام يوميا في غضون أسبوع واحد إذا لزم الأمر، وبوجود ضعف في الكلى يجب تخفيض الجرعة. 7. الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لللاريكا: خمول ودوار، عدم التوازن والترنح، زيادة في الوزن، جفاف الفم، عدم وضوح الرؤية، انتفاخ اليدين أو القدمين، الارتباك. يصنف اللاريكا مع أدوية الجدول الخامس، وهي الأدوية ذات الاستخدام الطبي، وقد تسبب الإدمان النفسي أو الفيزيولوجي. قد يسبب العقار النشوة، ولذلك يلجأ بعض الأشخاص إلى إساءة استخدامه. 8. الآثار الجانبية الخطيرة: حدوث رد فعل تحسسي، وتحدث معظم الآثار الجانبية الخطيرة لللاريكا لدى عدد قليل جدا من الأشخاص. قد تهدد هذه الآثار الجانبية الخطيرة وردود الفعل التحسسية الحياة بحدوث وذمة وعائية وحساسية. وإذا لاحظت تورما في الوجه والفم والشفتين واللثة واللسان والحلق أو الرقبة أو أي صعوبة في التنفس أو طفح جلدي أو بثور، فقد يكون هذا رد فعل تحسسي بحاجة لعناية فورية، وعلى المريض استشارة الطبيب أو الاتصال بالطوارئ على الفور. كذلك قد تحدث تغيرات في المزاج أو السلوك، وقد تشمل الاكتئاب والقلق والأرق واضطرابات النوم ونوبات الذعر والغضب والتهيج والإثارة والعدوان والدوافع الخطيرة أو العنف أو الزيادة الشديدة في النشاط أو التحدث السيء. 9. بخلاف أي دواء آخر، لا تتوقف عن تناول دواء اللاريكا بشكل مفاجئ. إن كان لديك رد فعل تحسسي شديد للدواء، لا توقفه بشكل مفاجئ. فالأدوية التي تعمل بشكل خاص في الدماغ قد تزداد آثارها الجانبية إذا قمت بإيقافها بشكل مفاجئ، وتشمل الصداع واضطرابا في المعدة أو الغثيان، وإسهالا واضطرابا في النوم، وزيادة التعرق أو الشعور بالقلق. وبوجود مرض الصرع قد تحدث النوبات بشكل متزايد. لذلك تحدث إلى طبيبك قبل أن تقرر التوقف عن تناول الدواء، وإذا لم يكن هناك مفر من إيقاف العلاج، فإن الطبيب قد يوقف الدواء بشكل تدريجي وببطء على مدى فترة من الزمن. 10. التداخل الدوائي: يجب مراعاة أي تداخل دوائي بين اللاريكا وأي دواء آخر، فاستخدام مثبطات أنزيم الأنجيوتنسين على سبيل المثال ليزنوبريل قد يزيد من فرصة التورم وظهور طفح جلدي. كذلك فأي نوع من الأدوية المنومة والمهدئة كمسكنات الألم المخدرة كالهيدروكودون أو الأوكسيكودون، أو مضادات الأرق والقلق مثل لورازيبام قد تزيد من خطر النعاس أو الدوار، ويجب الحذر من الجمع بين هذه الأنواع من الأدوية. قد تؤدي أدوية معينة لمعالجة مرضى السكري مثل بايوغليتازون، روزيغليتازون، إلى زيادة الوزن أو التورم، ويجب استشارة الطبيب والصيدلي عن الجمع بين الأدوية والفيتامينات أو المكملات العشبية التي تأخذها. أخيرا، دواء اللاريكا موجود فقط باسمه العالمي، العلامة التجارية، وملك لشركة فايزر، وهو باهظ الثمن. ورغم حصول عدة أدوية بديلة له على موافقة الوكالة، إلا أنها لم تحصل على موافقة التسويق بعد.